السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وصفات ام فارس بتيت كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي مغاير. غادي نخرجوا من المطبخ وغادي نمشيو للغابة، غادي ندوزو احسن بيكنيك الصراحة. المهم كانت الاجواء واعرة، الاجواء كانت رائعة الصراحة، ما كاينش محسن من الغابة باش دوزو احسن الاوقات. المهم غادي نشارك معكم كاع داكشي اللي زعما اللي دوزت. المهم هنايا غادي ندوزو مباشره باش نشرمل معكم يعني دوك القطبان اللي دينا. هنايا عندي كميه ديال اللحم. المهم اللحم على حسب الاختيار ديالكم، ديروا الكميه ديال على حسب الافراد. عندي هنايا واحد البصله اللي مشلضه رقيقه، نضيفوا هذا المكون ديال البصله، الصراحه كيعطيها واحد النكهه واعره يعني القطبان ديالكم. عندي هنايا كميه ديال الثومه. المهم غيبان لكم داك الثوم خضر، راني ديك القطعه كنت ديجا قطعت عليها القزبر ومعدنوس وعاودت قرت عليها الثومه. صافي عندي هنايا كميه ديال القزبر ومعدنوس. المهم الكميه على حسب الاختيار، انا درت هكا غير بالمعلقه. وهنايا في التوابل عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال البابريكا، الملح حسب الذوق. عندي ملعقه ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار، وراس معلقه ديال القزبر اليابس. ديروا هاد المكونات هادو واعتمدوا هاد الطريقه هادي عفوا. العيد الكبير، القسبان ديال العيد الكبير صراحه كيجيو واعرين. وهنايا درت زيت الزيتون مباشره، دزت باش نشرمل. انا ما كانش عندي ليغوم باش ندير في يديا، المهم انا شرملت غير بيديا. صافي وحاولوا تدخلوا دوك التوابل مزيان في اللحم ديالكم. المهم اللحم بحال هكا، يعني نصيحه لكم، منين يكون عندكم هكا باغيين ديروا القطبان، شرملوهم على تيساع. انا هنايا البيكنيك كنت ناويه نديرو بحال غد ليه، وانا شرملتهم هنايا بالليل. غتلاحظوا معايا بانني مصوره بالليل. صافي هنايا شرملتهم مزيان ودخلت دوك التوابل في بعضياتهم مع اللحم. صافي درتو هنايا في واحد الطبسيل صغير بحال هكا وهبط ديك التشرميله مزيان. وصافي دابا داك الطبسيل الصغير غادي ندير له السلوفان وغادي نحطو في الثلاجه بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيبانوا متبلين من داك الشيء الرفيع. هنايا غادي ندير له السلوفان بهذا الشكل هذا وغادي نزمتو مزيان باش ما ياخذليش الرائحه ديال الثلاجه عفوا. وغادي نديرو في الثلاجه بهذا الشكل هذا. وهنايا في نفس الطبسيل خديت كميه ديال لادان. المهم دائما الكميه على حسب الذوق ديالكم. وخديت هنايا حامضه معصوره. المهم حتى هاد الطريقه هذه ديال القتبان ديال بيبي اولا ديال لادند كيجيو واعرين في المذاق ديالهم. وعندي هنايا الثومه. المهم الثومه انا كل شيء يعني قرت 10 ديال الفصوص وقسمتهم ما بين اللحم ولادند. صافي هنايا غادي نديرو كميه ديال القزبر ومعدنوس. وهنا غادي نديرو التوابل، الابزار، البابريكا، الملحه، الخرقوم والسكينجبير. هادو هما التوابل اللي غادي نستعمل. والصراحه جاو فتيين، غادي نقول لكم السر اللي كيخليهم يجيو فتيين. شوفوا معايا الخل. الخل كيخليهم يجيو فتيين، ما كيجيوش ناشفين نهائيا، بحال يعني ما طايبينش على الفاخر. وهنا درت كميه ديال المايونيز. المايونيز حتى هو كيخليوه يجيو فتيين صراحه الله. المهم هنا غادي ندير كميه ديال زيت الزيتون وغادي ندوز نتبل كل شيء، نشرمل كل شيء. المهم بيديا انا صراحه عروبيه في هذا الشيء، كيعجبني نتبل مزيان. المهم ما كانش عندي ليكم، ما توفرش عندي، دخلت هنايا جوج يدين كاع. المهم راه الصراحه جواع يعني، الا جربتهم بهذه الطريقه غتحماقوا عليهم. تقدروا ديروهم هكا حتى في البلاك، تقدروا تشويهم هكا في داركم، ماشي ضروري حتى ديروا بيكنيك. المهم كيجيو هكا فتيين. وتقدروا ديروهم حتى في البانيني. في البانيني بهذه الطريقه كيجيو واعرين. وهنايا الاخ الكريم كيشعل هنايا المجمر. صراحه كانوا اجواء زوينين رائعين بزاف، ما تشبعوش منهم. غادي نقول لكم في الاخير شنو طرا ليا، المهم ماشي مشكل. هنايا خويا كيشعل المجمر. المهم صراحه طلعنا كاملين يعني الغابه. شوفوا معايا الغابه ما شاء الله. خديت لكم شويه ديال المقتطف باش تشوفوا. شوفوا معايا كان زعما الجو واعر في الصباح، كان الجو زعما ما شاء الله، كانت الشميشه، ما كانش البرد بزاف، وفي الاخير تقلب الجو، ولكن كان زوين صراحه. شوفوا الشيف الصغير، انا ما كنتش من العاكزين، خديت معايا حتى الحصيره. زعما الصراحه دوزناها زوينه. وهنايا هادي انا كنعمر في القتبان بهذه الطريقه هذه. صافي زعما الغابه ناعمه والله العظيم. المهم هنايا كنصور لكم كاع المقتطفات كي دوزنا. هنايا بعد ما عمرت القتبان درت ديال لادان بوحدهم وديال اللحم بوحدهم. وهنايا درت ليهم شليضه. وهنايا اهم حاجه الميكا، حاشاكم ديال الزبل باش ما نخليو حتى شي حاجه من مورانا، ضروري ومؤكد. وهنايا الاخ الكريم بعد ما شعل المجمر ها هو كيشوي، صراحه جات من داكشي الرفيع.
المهم ما شهيتكم اعتمدوا هاد الطريقه هذه في القسبان ديالكم ولا في بيبي، الصراحه كيجي، يعني كيجي ما تشبعوش منهم صراحه، يعني تحشموا تاكلوا معاهم الخبز تاكلوهم غير هكاك. وهذه انا درت واحد البريريد مشحر بالنعناع، اش غادي نقول لكم، ما قرابين شكون دوقتكم كاملين والله العظيم تستاهلوا كل الخير. المهم هنايا انا طيبت اتاي ودرت عليه النعناع بهذا الشكل هذا، صراحه جا منعنع جا واعر مع مع اتاي، اش غادي نقول لكم داكشي رفيع. وهنا درت شليضه صافي، هادو هما القتبان وهذا اتاي. شوفوا معايا كي كيجي اتاي، الصراحه جا واعر. الا بغيتوا الطريقه ديال الاتاي كي كنصايبو كتبوا لي في لي كومونتير وغادي نوريكم. الصراحه ما عمر اتاي ديالكم يحشمكم مع الضيوف، الصراحه كيجي واعر. شوفوا الكشكوشه ما شاء الله، وهنايا ولدي كيصدعني بداك القتيب. المهم هانتوما شوفوا معايا، صراحة أجواء عائلية واعرة. وهنايا الأخ الكريم الصراحة هو اللي تكلف لينا بالمجمر، الله يرضي عليه من هذا المنبر، هو اللي تكلف لينا بالمجمر صراحة. وهنايا راه كيشوي لينا بيبي. وشوفوا هنايا انا غير الاجواء زعما حمقوني صراحه. وهنايا غادي تلاحظوا بلي بدا كيتقلب الجو، شوفوا معايا الجو بدا كيتقلب صافي بحال بغات تضرب الشتا في الاخير. جرات علينا شتا ديال بصح. المهم شوفوا معايا المنظر واعر صراحة، غتلاحظوا حتى في الصوت ديالي شوية مغير. هانتوما شوفوا، يعني بدا كيتغيم الحال وبدا كيبرد حتى الحال، واخا هكاك زعما مسخيناش صراحة، يعني البيكنيك هكا. شوفوا معايا الغابة ما شاء الله الخضورية صراحة ناعمة. هنايا القطبانة هما كيطيبوا، وهنايا جرات علينا الشتا ديال بصح صافي. هنايا تغيم الحال والضبب صافي كانت بغات تضرب الشتا ديك الساعه صافي. المهم كنشارك معكم اخر الاجواء، الصراحه دوزناها واعره. نتمنى ان شاء الله انه هذا الفيديو هذا يعجبكم. المهم فيديو مغاير على العاده. نتمنى ان شاء الله يكون راقكم وعجبكم. و يعني اعتمدوا القتبان كما وريتكم، اعتمدوهم صراحه راه كيجيو واعرين وكيجيو فتين ما تشبعوش منهم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وخليتكم على خير والسلام عليكم.